اهو ده بقى اللي يتعاكس بجد، حلو حلاوه، طعمه يجنن وكريمي، احلى من اي جاتوه ممكن تعملوه. بصولي بقى على القطنه اللي بتدوب في البق دوب، تقدروا تاكلوا واحده ورا واحده ما تشبعش منه. تعالوا شوفوا معايا هنعمل حلو خطير. 2 كيس كريم شانتيه باودر، عليهم نص كوبايه حليب ساقع، و4 بودنج فانيلا او كراميل. انا استخدمت الكراميل، ونضربهم كلهم كويس قوي لحد لما قوامه يتقل معايا كده، يبقى عامل زي كريم شانتيه كده، تقيل وطعمه كريمي وخطير. بسكوي شاي حطيته في حليب عادي جدا، وهرصه في البايركس. ممكن تعملوه كمان في بولات كده على قد كل واحد، بس انا بحب اعمله في حاجه كبيره كده بيبقى احلى. حطيت طبقتين من البسكوي المسقي بالحليب، وهنزل عليهم بالكريمه. البسكوي بعد كده لما بيتشرب من الحليب يخش التلاجة بيبقى طعمه زي الكيك كده، هش وخطير. نزلت بقى بالموز الهيرو بتاع الوصفه. عايزه اقول لكم يا جماعه، الموز في الوصفه دي خطير، لازم تجربوه. رجعت تاني عملت طبقه بسكوي واحده، ممكن تعملوا 2، ولو اتكسر عادي جدا حطوا عادي. وهنحط كمان بقى طبقه تانية من الكريمه، وننزل بالموز. تقدروا تعملوا بالمانجا باي فاكهه، بس بصراحه انا مش عاشقه للموز في الحلو. الوصفه دي بالموز تاخد 1,000,000/10. هنحط عليه بقى طبقه الكريمه، واخر حاجه هفتح عليهم بودنج كراميل، وحطيته كده بشكل عشوائي. وهعمله بعد كده بالشوكه كده شكل كروكي كده، وادخله على التلاجة اقل حاجه 3 4 ساعات. واحسن حاجه بحطه من بالليل وناكله تاني يوم. بيطلع يا جماعه يا خرابي على الحلاوه، بيدوب في البق دوب زي القطنه. تنسوش تعمليه فولو انا وشو حلو، عشان كل الحلو معانا هنا. بون ابيتي يا حلوين.